مرحبا بكم الناس الكل في الفيديو هذا باش نحكيو على آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي وتحضيراته قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق القوات المسلحة من النيجر. اليوم قبل ما تنطلق الرحلة، الصفحة الرسمية للترجي كانت نشرت قائمة اللاعبين اللي تم دعوتهم المباراة هذه. القائمة شهدت غياب اللاعب يوسف البليلي بسبب الإصابة. كما لاحظنا زيادة في القائمة ذي ما ضمتش بعض اللاعبين كما اللاعب رائد بوشنيبة، اللاعب الياس بوزايين، اللاعب البوركيني أيضا جاك ديارا، مع تواصل أيضا غياب اللاعب محمد الموحلي. غيابات بالجملة تنجم تأثر على خيارات المدرب، لكن في المقابل نتصور اللي الترجي باش يعول على المجموعة الحاضرة، وإن شاء الله باش تحقق نتيجة إيجابية وتستاهل المشاركة ذي في دوري الأبطال بنتيجة إن شاء الله تكون عارضة. نحكيو شوية على المنافس متاع الترجي الرياضي التونسي، فريق القوات المسلحة من النيجر. الفريق هذايا متصدر حاليا البطولة المحلية برصيد 57 نقطة بعد ما لعب 30 مباراة. في خلال 30 مباراة هذايا سجل 48 هدف، في حين الدفاع متاعو قبل كان 20 هدف. الأرقام هذه توضح اللي الترجي الرياضي التونسي باش يلقى منافس منظم خاصة دفاعيا. والمعلومة المهمة زادة اللي الفريق هذايا معروف بالانضباط متاعو، خاصة أن الناس الكل تعرف اللي هو تابع المؤسسة العسكرية. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي نتصور في المباراة هذيا لازم ياخو بايو على بكري، وكما شفنا في المباريات الأخيرة الترجي ضيع برشا وقت سورتو في اللونتام متاع الماتش من الأول، وياخو برشا وقت باش يسجل الأهداف. دوك في المباراة هذيا نتصور يسهل على روحه برشا الترجي الرياضي التونسي كان يتوصل للتهديف منذ الشوط الأول. هكاك يجم حتى في الشوط الثاني المدرب يحاول يرتح بعض اللاعبين، خاصة وأنه بعد 3 أيام فقط عنده مباراة مهمة وصعيبة ضد الأولمبي البيجي في رادس تابع البطولة التونسية. إذا المباراة هذه إن شاء الله الترجي يكون في نهاره ويقدم مباراة تكتيكيا، وإن شاء الله نتيجة تتبع. وبالنسبة للتشكيلة أنا نتصور اللي تشكيلة الترجي الذي تكونسي بنسبة 90% باش تكون واضحة، خاصة وأنه ما فماش المشكل متاع الأجانب الآن في البطولة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. الترجي يجم يعول على لاعبيه الكل في البطولة ذي، ما عدا توا بعد غياب البليلي ما نعرفش المدرب كيفاش باش يتصرف، خاصة مع تواصل غياب محمد الموحلي وعدم دعوة اللاعب البوركيني ديارا. دونك باش نشوفوا ماهر الكنزاري كيفاش بيتعامل مع النقطة هذيا. بالنسبة للبقية نتصور أنا باش يحافظ على نفس التشكيل اللي يلعب فيه بالبطولة، لكن مع اعتماد أكثر لاعبين اللي هما لاعبين الأجانب. دونك نتصور أنا باش يحافظ على مريح وتوغاي في محور الدفاع. على اليمين باش نلقاو بن علي، في الجهة اليسرى باش نلقاو بن حميدة. في وسط الميدان نتصور باش يكون أوكبيلو أساسي، هذا ما يشك فيه حتى حد. انا بيرسونيلمون نحبذ انه يكون مع اوكبيلو في الوسط اللاعب كوناتي، خاصة مع غياب البليلي كوناتي يجم يعاون على الجهة اليسرى، وقدامهم جبالي ولا ينساس. لكن نتصور اللي باش يعول على جبالي ويكون ينساس على الجهة اليسرى وقسيل ابو علي على الجهة اليمنى، وكرأس حربة نتصور باش يعمل على الجبري. دونك هذايا نتصور التشكيلة اللي باش تكون الأقرب لمواجهة فريق قوات المسلحة من النيجر. وإن شاء الله الترجي يقدم مباراة طيبة، وعليش ليه ينتصر بنتيجة عريضة.